الكلمة التالية يلقيها الدكتور همام سعيد المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وإننا إذ نشارك في هذه الحملة العالمية لنصرة الشعب السوري، فإن مشاركتنا تأتي من باب الواجب الشرعي الفريضة على هذه الأمة التي جعلها الله تبارك وتعالى جسدا واحدا يتداعى إذا أصابه عضو جميع الجسد بالسهر والحمى. وإن ما يجري الآن في سوريا قضية، بل قضايا، هي قضية إنسانية عالمية، فالإنسان أخو الإنسان، والله تبارك وتعالى كرم بني آدم مهما كانت عقائدهم ومهما كانت مذاهبهم. واليوم ترتكب في حق الشعب السوري مجازر ما شهدنا مثلها في التاريخ. أسر تقتل عن بكرة أبيها، تذبح صغارها وكبارها يذبحون، بيوت تهدم فوق رؤوس سكانها، مدن تقتلع من مكانها. والعالم اليوم ينظر إلى هذه المأساة وهو منقسم بين متآمر متواطئ معاد للشعب السوري يسير مع هذا النظام المجرم كما تفعل روسيا والصين وإيران، وهذا أمر البشرية جميعها ترفضه. وهذا الدور السيء لهذه الدول لا بد أن تراجع مواقفها أمام هذه القضية الإنسانية. نعتبر هذه الدول من أعداء الإنسانية جمعاء حتى تكف عن هذا البغي وعن هذا التآمر إلى جانب هذا النظام. ثم أيضا الدول التي خذلت الشعب السوري، الدول الغربية التي اخترعت ما يسمى بمحكمة الجنايات الدولية. وأية جريمة ارتكبت في هذه الدنيا أعظم من جريمة بشار الأسد؟ وما زالت الدول الغربية تتعامل مع هذه الجريمة كأنها عمياء صماء لا ترى ما يجري على ساحة سوريا العزيزة. ثم أيضا أيها الإخوة، إن هذه الحملة تتوجه إلى شعوبنا العربية لتقوم بالنصرة الحقيقية للشعب السوري وإمداد الشعب السوري بالمال والسلاح، ولتقف إلى جانب هذا الشعب السوري في جميع مجالات حياته حتى يتحرر هذا الشعب وحتى يجد هذا الشعب حقوقه الإنسانية التي تتوافر للبشر أجمعين في كل مكان. ثم أيضا رسالة إلى العالم الإسلامي، هذه سوريا أرض البركة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في شامنا فهي شامكم أيها المسلمون في كل مكان. قفوا إلى جانب هذا الشعب السوري الذي يدافع عن حريته وكرامته لتكون سوريا بإذن الله هذه البلاد أرض البركة كما أرادها الله تبارك وتعالى. انصروا الشعب السوري، فهذه مهمتكم جميعا ومسؤوليتكم جميعا، والحمد لله رب العالمين.